لما تشوف الفيديو ده لأول مرة تقول مستحيل الراجل ده يقدر يكسر الحجر حتى عند الضربة اللي قبل الأخيرة، لكن مع استمرار الضرب ضربة ورا ضربة ورا ضربة الحجر اتكسر. وكذلك اللغة يا صديقي، كل يوم تمارس دقيقة ورا دقيقة ورا دقيقة في الآخر هتتكلم إنجليزي، وده اللي هتعرفه في الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام وانت بتتفرج على ايزي انجلش. مبدئيا يا جماعه قبل ما اقول لكم على الطريقه ليا شرط واحد بس، والشرط ده انك تعمل الطريقه دي لمده 30 يوم قبل ما تسالني على نتيجه، والا الطريقه دي مش هتشتغل وهترجع تقول هو انا ليه مش عارف اتكلم انجليزي. مفيش شيء بدون مقابل ومفيش شيء بدون جهد. اعمل الطريقه دي لمده 30 يوم وبعدين هتتفاجئ بمستواك وهتقول معقول الشخص اللي بيتكلم انجليزي كويس ده هو انا؟ طيب ايه الطريقه يا اسلام؟ الطريقه اسمها JAM. ايه بقى JAM؟ دي اختصار 3 كلمات just a minute. J just A والM a minute. just a minute. والطريقة دي متاخدة من دراسة علمية منشورة واللي اثبتت كفاءتها وجابت نتائج مذهلة، وهي بمنتهى البساطة ان احنا هنمارس كل يوم الانجليزي لمدة دقيقة في موضوع مختلف. اول خطوة هتستعين بالموقع الرهيب ده، ولكن تعال اقول لك عليه بشكل عملي. كده يا جماعة هتدخل على جوجل وهتكتب هنا Basic Speaking English اهو، وبعدين هتجيب اول نتيجة اهي. ايوه افتح الموقع الرهيب ده. الموقع اهو يا جماعة اسمه basicenglishspeaking.com. تمام. بعد كده هتيجي هنا هتضغط على الايقونة التانية عند topic يعني الموضوعات. ايوه هيجيب لك كده تقريبا 75 موضوع مختلف. هنيجي عند اول موضوع الفاميلي هنضغط عليه. هيجيب لك بقى موضوع الفاميلي ده عبارة عن سؤال واجابة. هتسمع السؤال، اسمع كده. How many people are there in your family? يعني في كام شخص في عائلتك؟ وكمان ممكن تسمع الإجابة. اسمع كده. There are 5 people in my family. الأول هتسمع ال3 أسئلة وإجاباتهم، ولو في كلمة مش فاهم معناها ممكن تترجمها من على جوجل. وتعالى أقول لك الخطوة اللي بعد كده هتعمل إيه بالظبط. الخطوة اللي بعد كده يا حبايب، وركز معايا في الخطوة دي عشان فيها الزيتونة. شوف بقى الجدول الجميل ده وهنشوف الأسئلة دي وهنجاوب الأسئلة دي طبقا لمعلوماتنا الشخصية. يعني إيه؟ يعني هو مثلا في السؤال الأول بيقول لك How many people are there in your family؟ يعني في كام شخص في عائلتك؟ هو بقى جاوب وقال There are 5 people in my family. My father, mother, brother, sister and me. انت بقى هتقول إجابة تانية، إجابة طبقا ليك انت. هنقول مثلا عندي 4 أشخاص في عائلتي، فأقول There are 4 people in my family. My father, mother, brother and me. تمام. هيجي بقى السؤال التاني بيسألك يقول لك Does your family live in a house or an apartment؟ يعني هل عائلتك بتعيش في بيت ولا شقة؟ فهو جاوب وقال My family live in a house in the countryside. يعني عائلتي بتعيش في منزل في الريف. أنا بقى هجاوب على نفسي وأقول إيه؟ عائلتي بتعيش في شقة في المدينة. فهقول My family lives in an apartment in the city. يعني عائلتي عايشة في شقة في المدينة. نيجي بقى عند السؤال الثالث، هو بيقول What does your father do؟ يعني باباك شغال إيه؟ هو جاوب قال My father is a doctor. He works at the local hospital. يعني بابايا دكتور بيشتغل في المستشفى المحلية الموجودة في المدينة. أنا بقى هقول إجابة تانية عن نفسي، فأقول بابايا مدرس شغال في المدرسة المحلية. فأقول My father is a teacher. He works at the local school. إذا أنت كده اتكلمت عن 3 أفكار. الفكرة الأولى كم شخص في العيلة، الفكرة الثانية أنا عايش في شقة ولا بيت، الفكرة الثالثة وظيفة الأب. تمام؟ بعد كده يا صديقي هتحدد المكان فين؟ قدام المراية. تاني حاجة هنحدد الزمان فين؟ كل يوم قبل ما تنام. تالت حاجة هنحدد الوقت، هتكلم لمدة 30 ثانية بدون توقف، مش هتوقف مهما حصل. والحاجات دي لما تحددها هتلتزم بيها واسأل مجرب. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هتقف قدام المراية وتسجل اول يوم عن الفاميلي. كل يوم هتختار موضوع معين وهتسجل الفيديو ده اللي هو لمدة 30 ثانية. بعد كده ممكن تخليه 45 ثانية، ممكن بقى بعد كده تاخد كمان سؤال وتخليه دقيقة وتحتفظ بيه في تليفونك. وانا هعمل كده قدامكم دلوقتي. There are 4 people in my family. My father, mother, brother and me. We live in an apartment in the city. My father is a teacher. He works at the local school. I really love my family. My family means the world to me. بعد كده يا صديقي ان شاء الله لو عشنا بعد ما تكمل ال30 موضوع، عايزك بقى تبص على اول موضوع ادائك كان فيه عامل ازاي، والموضوع رقم 30 ادائك فيه كان عامل ازاي.
صدقني هتفاجئ وتقول اكيد مش انا الشخص الجامد اللي بيتكلم انجلش ده. دي كانت يا جماعه حلقه النهارده، هذا والله اعلم. ولو عجبك الفيديو لايك كومنت شير. We thank you for watching guys. I'll see you next video.